أنت ذكرت 3 نقاط. هدوا نفسكم يا أخوان اللي بالتكست. أنت ذكرت 3 نقاط. زين، أنت معي يا شيعي؟ عطي رقم 1 عشان أعرف أنك معي. أول نقطة، أنا لما استدليت في كتاب نهج البلاغة هو خطب الإمام علي بن أبي طالب الذي جمعه الشريف الرضي، فهو حج عليك، فلا يمكن أنت تحج عليه بكتبك. هذا يعني سقطات الحوار في ما بين الطرفين، أنك تحاجج الشخص بكتبي. ما يمكنني أنا أحاججك بكتبي بكتبك بكتبي أنا، إنما أحاججك بكتبك. وذلك أنا جبت لك قول الإمام علي بن أبي طالب في نهج البلاغة، فلا تلزمني بما هو موجود في كتبك. أنا هذه أنهيها في هذه الكلمتين، زين، حتى نقول أن نهج البلاغة حج عليك وليس حج علي. ولذلك أنت يظهر لي أنك تخلط ما بين الشرح ونهج البلاغة. أنت عندك خلط. الشرح هو الذي لابن حديد المعتزلي، أما نهج البلاغة هو الذي جمعه الشريف الرضي لخطب الإمام علي بن أبي طالب. تقول أن علي قال ما بيننا تعالي معاوية نتعارك. أنت معي يا أستاذ؟ الإمام علي بن أبي طالب يا أستاذ وينك؟ تسمعني يا شيعي؟ الإمام علي بن أبي طالب حدد وبين الخلاف اللي بينه وبين معاوية. هل هي خلاف سلطة وإمامة؟ لا. هل هو خلاف في الإيمان؟ لا. هل هو خلاف في الإسلام؟ لا، لا أبدا. الإمام ماذا قال؟ التقينا والقوم من أهل الشام، والظاهر أن ربنا واحد، ودعوتنا في الإسلام واحدة، لا نستزيدهم في الإيمان بالله والتصديق برسوله ولا يستزيدنا. يعني يقول الإمام علي إيماننا وإيمان معاوية واحد، إلا ما اختلفنا فيه. وش هو يا أبو الحسن خلافكم؟ قال دم عثمان ونحن منه براء. إذا الخلاف اللي بينهم كان في دم عثمان. اتفقنا. هذا رؤية علي بن أبي طالب في الحرب اللي بين. وما قال يعني أنت تفتري بهذا الكلام، تفتري على الإمام علي بن أبي طالب. أنت تفتري. ليه؟ لأن الإمام علي بن أبي طالب ما قال تعال نتعارك، بل أن الحسن بن علي يا أستاذ، إذا كنت تقرأ التاريخ بارك الله فيك، الحسن بن علي قال يا أبي لا تخرج عليهم فإنهم أهل دم. زين، لا تخرج عليهم فإنهم أهل دم، هذه الحقيقة. ولذلك حتى نأتي للفقرة الثالثة، أنت تقول لي أنت تكون مع من؟ أنت تكون مع من؟ تسمعني يا أستاذ؟ تسمعني يا شيعي؟ لما تقول أنت من نسل الحسين، زين، ما في مشكلة، أنا أقول لك تسمعني ولا لا؟ أنت تقول مع من؟ أنا أقول أنا أكون مع الطرف الثالث اللي الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. الله يخاطب من؟ الطرف الثالث اللي طرف الإصلاح، طرف الإصلاح، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله. نأتي يا أستاذ في ذكر معركة صفين. أنت معي؟ معركة صفين. صفين هذه وينها فيه؟ صفين، موقعة صفين وين؟ في الشام وليست في العراق. صفين في الشام وليست في العراق. فالإمام علي بن أبي طالب خرج من العراق إلى الشام. زين، الإمام علي خرج من العراق إلى الشام. ماذا حدث؟
شوف الآن حتى نتبين، بس نعم، بس لازم بتجاوب، بعطيك والله راحتك. أنا نقدتك؟ أنا ما نقدتك، أنا ازعجت منك المايك، أنا أعطيتك حتى ما أعطيتني. خلني يا أخوان، يا أخوان، نقول من كان مع الإمام علي في هذه المعركة، من كان في رجال الإمام علي؟ يلا أنا أعطيكم. صحيح أنت محترم، حياك الله حبيبي، على راسي يا شيعي، أنت ضيفي، أنت ضيفي. اسمعوا يا شيعة، اسمعوا يا شيعة، اللي كان في رجال الإمام: الشمر بن ذي الجوشن، هذا واحد، احسبوا معي. مالك بن سنان النخعي، هذا اثنين. شبث الربعي، هذه ثلاثة. ترى ذي الثلاثة هم اللي حاصروا الحسين وقتلوه وقطعوا رأسه، هذا في رجال علي بن أبي طالب. أيضا عبد الرحمن بن ملجم قاتل الإمام علي بن أبي طالب، في رجال علي بن أبي طالب، في رجاله. زين، وأضيف لكم الرابع اللي كان من حاصروا، اللي هو حرملة بن كاهل، اللي حاصروا الحسين في كربلاء. هؤلاء كانوا حرملة، هذا هم كانوا في جيش علي بن أبي طالب. من كان مع معاوية؟ شوف أنا تراني ما أبرع، أنا بعطيك الآن من هو على الحق. على الحق علي بن أبي طالب، أقرب إلى الحق علي بن أبي طالب. كان كل شخص له وجهة نظر. زين، حرملة، وهذا ممن حاصروا الحسين. زين، من كان مع علي بن أبي طالب؟ مع معاوية: عقيل شقيق علي، عقيل بن أبي طالب شقيق علي بن أبي طالب مع جيش معاوية. لكن نحن نقول أننا نخرج من الفتنة ونكون الطرف الذي فيه إجماع كلمة الإسلام، نكون الطرف اللي فيه إجماع كلمة الإسلام، حتى نتبين الأمر ونوضح الحقائق. أضف إلى ذلك يا أخونا وصديقنا العزيز، إذا كنا نقول أن للرسول عليه الصلاة والسلام 120 ألف صحابي، 120 ألف صحابي حسبوا من المهاجرين وأنصار، مات الرسول وهو راض عنهم، وماتوا على الإيمان، ماتوا على الإيمان بالله والتصديق برسوله، 120 ألف صحابي. من بقي في هذا العهد؟ 5000 نقول، 5000 صحابي. من بقي في هذا العهد وفي معركة صفين؟ 5000 صحابي في ذاك الوقت، نقدرهم 5000. الذين شاركوا في معركة صفين 13 صحابي فقط. الذين شاركوا في معركة صفين 13 صحابي فقط، فقط 13 صحابي، وأكثرهم مع علي بن أبي طالب، وأكثرهم مع علي بن أبي طالب. أين بقية الصحابة؟ تركوا الفتنة، اعتزلوا الفتنة. وهذه حقائق الأمور. تقول لي، لو سألتني من هو أقرب للحق، نقول الإمام علي بن أبي طالب هو أقرب للحق. وذلك لما نقول ما هو وجهة نظر الطرفين، علي هو أمير المؤمنين وولي أمر المسلمين، فيرى إذا استقرت الأمور وجاءت الأمصار كلها ومعه الشام، يقتص من قتلة عثمان، يقتص من قتلة عثمان. أما معاوية وهو ولي الدم، معاوية هو عثمان بن عفان ابن عمة أبو سفيان، ابن عمته. فزوجة عثمان بن عفان أرسلت لي بدم عثمان ملطخا، بقميص عثمان ملطخا بالدماء،
وقالت أنت ولي الدم. وذلك الحسن بن علي ماذا قال للإمام علي بن أبي لا تخرج عليهم فإنهم أهل دم، أصحاب حق. اجتمع يا أستاذ، اجتمع الجيشين وطلبوا الصلح واتفقوا على الصلح. انتم معي يا اخوان تسمعوني؟ اعطوا رقم واحد اذا كنتم تسمعوني جميعا. الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما. فاصلحوا بينهما، اذا هناك حكم رباني، شرع من عند الله سبحانه وتعالى. اذا التقى جيشان من المؤمنين يجب أن يكون هناك إصلاح ذات البين، فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله. هل الجيشين أصلحوا؟ نعم. هل الجيشين اتفقوا؟ نعم. طيب من خرج على الإصلاح؟ من رفض الإصلاح؟ من جيش علي بن أبي طالب، قسم من جيش علي بن أبي طالب، وسمي بالخوارج، وخرجوا على الإمام علي بن أبي طالب وقتلوه. ليه خرجوا؟ إذا المسلم ويرقب بحكم شرع الله سبحانه وتعالى يرقب بالإصلاح. طيب ليه دي رفضوا الإصلاح؟ لأن إصلاحهم واتفاقهم على قتلة عثمان، وهم دم عثمان ملطخة أيديهم بدم عثمان، ولأنهم أهل فتنة، ولأنهم أهل شر على الإسلام وأهله. وذلك من عصى حكم الله وشر الله في قتال المؤمنين هم قسم من جيش علي بن أبي طالب، حتى نكون منصفين. أما الإمام علي بن أبي طالب فرضي بالصلح ورضي بالحكم وقبل الحكم استنادا لقول الله سبحانه وتعالى وحكم الله سبحانه وتعالى في القتال ما بين المؤمنين. نكون منصفين. ويا شيعي يجب أن تحرك عقلك، لا تجعل الأمور فقط تطغي على عقلك ولا تفكر بالتفكير الحقيقي. نحن نقول لو كنا، أنا سأسألني لو كنت في ذاك الزمان لكنت مع بقية الآلاف المؤلفة من الصحابة التي اعتزلوا الفتنة، بل كان لي يد في إصلاح ذات البين بين الطرفين، لا أن نضرب نار العداوة ونشعل نار الفتنة كحال الخوارج الذين خرجوا من جيش علي بن أبي طالب وقتلوا الإمام علي بن أبي طالب. تفضل. والله ما طولت، نفس الشيء، بس حبيت أن أوضح لأنك أنت يا صديقي سألت 3 أسئلة، وأنا من حقي أن هناك يستمع لنا كثير، يستمع لنا. أنا الآن أعطيتك المايك وما أجبت لي. قلت ماذا ترد على الإمام علي بن أبي طالب لما يقول إيماننا واحد، إيماننا بالله مع معاوية، وتصديقنا واحد، والأمر خلافنا ما بين معاوية ونحن دم عثمان ونحن منه براء. فبارك الله فيك، تفضل. وقلت لك لا ترد علي، رد على الإمام علي بن أبي طالب. وأيضا قلت لك نهج البلاغة هي من كتب الشيعة، حجة عليك وليس حجة علي. وأنا أبين هذا القول حتى نقول هذا نهج البلاغة. بل أنا يا إخوان أنا أرى أن هذا الكتاب أصدق الكتب عند الشيعة، لأنها رسالات الإمام علي بن أبي طالب مجمعة من رسالات الإمام علي بن أبي طالب. تفضل هنا صديقنا شيعي مسلم، اسمح لي أنني طولت، لكن حقيقة في القلب لازم أني أبينه. أسمع تعليقك وأسمع ردك على الإمام علي بن أبي طالب فيما قاله فيما حدث بينه وبين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. تفضل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أعطونا رقم 5 على التكس. بارك الله فيك. طيب شكرا أخي الهاشم. أبدأ من حيث انتهيت بالإجابة عن السؤال أن إيماننا واحد وربنا واحد. أخي الكريم، الكلمة المفتاح في هذه الرسالة هي كلمة الظاهر. والظاهر يعني الظاهر للناس أن إيماننا واحد، وكل ما يدعوه ويدعو إليه معاوية أننا لنا إله واحد وأن إيماننا واحد. لكن الحقيقة أن إيمان معاوية ليس كإيمان الإمام علي عليه السلام. لذلك الإمام علي ابتدأ والظاهر، يعني ما يبدو للمسلمين ظاهرا، أما الباطن فهو أمر آخر. ثانيا، أنت حينما جاوبت عن سؤالي قلت سأكون مع الطرف الثالث الذي يصلح. ما شاء الله أخي الهاشمي، أنت طلعت أحسن من عمار بن ياسر الذي كان مع الإمام علي عليه السلام وجاهد معه إلى آخر قطرة من دمه حتى أن توفى في مرحلة عثمان. ثم قلت أن الإمام علي يقترب إلى الحقيقة. لا والله، لا والله، الإمام علي عليه السلام هو عين الحق. بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة وآله وسلم: الحق مع علي وعلي مع الحق. لذلك أنا لو كنت في معركة صفين، وكما قلت أنت في بداية حوارك أنني مع الإمام علي عليه السلام وأنني معه وأننا نسلي من الإمام الحسين، أنا لو كنت في معركة صفين أشهر سيفي في طائفة معاوية وأتقرب إلى الله عز وجل بقتل كل من حمل السلاح ضد الإمام علي عليه السلام. هذا موقفي، وكما كان موقف عمار بن ياسر وباقي الصحابة. ثم أنت قلت في تدخلك أن هناك من كان مع الإمام علي عليه السلام ثم حاصروا الإمام الحسين عليه السلام، وهذه طبيعة البشر، بل حتى الشيطان كان من أعبد مخلوقات الله، لكن حينما عصى أمر الله عز وجل أصبح ألعن مخلوق على وجه الأرض، بل على وجه المعمورة كلها. العبرة بالخواتيم. ولذلك نحن نقول أن المحبة بدون اتباع لا تساوي شيء. المحبة بلا اتباع لا يساوي شيء. والدليل أن لم تستطيع أن السلام عليكم. سقط من المايك على بعض. في صوت؟ طيب شكرا. فيما يخص كتاب نهج البلاغة، أنت قلت هو حجة لك وليس عليك. إذن حينما قلت لك أن الإمام عليه السلام يقول: ولقد تقمصها من فلان، أي أبي بكر، وأنه يعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى، فهل هذا يعني أن الإمام علي عليه السلام كان متناقضا؟ ثم أنت قلت أن الإمام علي عليه السلام قال لمعاوية أن القوم بايعوني كما بايعوا أبي بكر وعثمان. نعم قال ذلك، لكن ذلك من باب الحجة، أي أنه كيف قبلت بمبايعة المسلمين لأبي بكر وعمر ولا تقبل مبايعة المسلمين لعلي بن أبي طالب؟ هذا من باب الحجة ومن باب دحض الدليل أخي الكريم، وليس من باب أنه يعتقد بمبايعة الأنصار أو ما شبه ذلك. لذلك أخي الكريم أعطيك السؤال للمرة الثانية: هل أنت لو كنت في معركة صفين مع من تقف؟ مع الإمام علي عليه السلام الذي يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: علي مع الحق والحق مع علي، أم تكون في صف معاوية وتكون مثل عمار بن ياسر؟ لك
جميل جدا، جميل جدا. الواضح يا أستاذ صديقنا أنك ما تفرق ما بين كلمة الواضح والظن. يا أستاذ، الظاهر يعني الواضح والبين، فظاهر الشيء يعني يتضح للأمر ويتضح للناس ويتضح للرؤية. الواضح يعني الظاهر يعني الواضح والبين. فأنت تأخذها بحكي لا تزعل مني، حكي عندنا الظاهر انك ما تعرف شيء، هذا كلام سوالف، لا تزعل مني. اما هي نعم الكلاب اللي تنبح عنده، انا والله قلت ما ادري لاني انا طالع في الحديقه برا، عند الكلاب الله يكفي شرهم. زين. فكلمه الظاهر يعني الواضح والبين يا استاذ. كلمه الظاهر يعني الواضح والبين. الظاهر أن ربنا واحد، ودعوتنا في الإسلام واحدة، لا نستزيدهم في الإيمان بالله والتصديق برسوله ولا يستزيدون. الأمر واحد. شوف ماذا يقول، الأمر واحد إلا ماذا يا أبا الحسن؟ إلا ما اختلفنا فيه. يعني الأمر فيما سبق من قولي واحد بيننا، إلا خلافنا دم عثمان ونحن منه براء. كلام واضح، لا تجعلها تأويل على حسب مزاجك. طيب، تقول أن الحق مع علي وعلي مع الحق. أين نجد هذا الكلام؟ بين لنا أين نجد هذا القول، مع أن يقول العلي والله أنه مع الحق ونحن نتبع علي بن أبي طالب، بل نخاصمكم ونقول أنكم تخالفون الإمام علي بن أبي طالب. وأنا سألت صديقك اللي من هذا وجانب الإمامة، لا لا لا، علي بن أبي طالب ما قال هذا القول، فكيف أنت تقوله؟ طيب، ترجع إلى معركة صفين، ترجع إلى معركة صفين. يقول أن كيف أنت تكون مثل عمار. طيب، من قتل عمار؟ ألم يقتله الخوارج جيش علي بن أبي طالب؟ ألم يقتله الخوارج جيش علي بن أبي طالب؟ قتلوا الخوارج جيش علي بن أبي طالب. وذلك لما أنا قلت لك أن إذا كان بقي من أصحاب الرسول 5000 اللي شاركوا في المعركة 13 صحابي، ما بين 5000 اعتزلوا الفتنة. لذلك لما نقول نحن أننا نريد أن نكون من أهل الإصلاح، لأننا نتبع الله سبحانه وتعالى ولا نتبع أهواءنا، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا وأن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. الله يأمرنا بأن نصلح، وأنت تقول لا أنا أقاتل أخي المسلم. عجيب أمرك، كلام ما يقولها. ولذلك لا نستنكر يا أخوان لما نجد هؤلاء الذين يقتلون ويذبحون وينحرون في مدن السنة ويحرقون في مدن السنة، لأن هذا الخطاب، هذا هو الخطاب الشيعي. لا تسأل من كلامي. هذا هو قرى أحرقت على أهلها من أهل السنة في سوريا وفي العراق. ولا أريد أن أدخل في هذا الموضوع، لكن هذا الحقيقي. لكن أنا أريد أن أكون ممن أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهل الإصلاح، لأننا أتبع. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، الله أمرنا. وذلك لما تسألني أنا أقول أن أكون ممن أرادوا الإصلاح وليس ممن أرادوا الفتنة. طيب، تقول الآن أيوة، تقول أن علي بن أبي طالب يقول لي منه بايعني القوم. يعني الآن أليس من الأولى يا أخوان أن علي بن أبي طالب يقول منصب؟ ليه تنكر أصيب؟ ألم تقولوا أن علي منصب من الله؟ لماذا لم يصدع؟ هل جبان؟ هل هو خواف؟ هذا ما حارب في معركة صفين. هل جبن في قول الحق؟
لماذا لم يقل يا معاوية أنا أصلا منصب من الله، وأبو بكر اقتصب الخلافة مني، وعمر اقتصب الخلافة مني، وعثمان اقتصب من الخلافة مني، وأنا منصب أصلا من الله؟ لماذا يقول إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما يعوهم عليه، فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد. وإنما أداة حصر، إنما أداة حصر، إنما شورى للمهاجرين والأنصار، فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضا. كيف يأتي علي بن أبي طالب يحاجج معاوية ببيعة أبي بكر وعمر وعثمان، يقول له تعال بايعني، ترى نفس اللي بايعوني هم بايعوا أبي بكر وعمر وعثمان. لماذا لم يقل يا معاوية أنا منصب من الله، أو تنكر التنصيب، أو أنه جهل وأنتم علمون؟ هل علي بن أبي طالب يجهل أنه منصب الله كما تدعون؟ عجيب أمركم، غريب، منطق غريب. هل تريدون أن تدعون الملكية أكثر من الملك نفسه؟ الإمام ما قال أنا منصب من الله، الإمام ما قال أنا منصب من الله، ما الكلام، إنما قال القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان بايعوني، وقال إنما الشورى للمهاجرين والأنصار، وإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضا، الله يرضى عن الجمع. فالإمام يرد عليك، الإمام يسقط مفهوم الإمامة عندكم، الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه يلقي مفهوم الإمامة عندكم، يرد عليك. أنا قلت لك رد على الإمام، لا ترد علي، اتركني أنا بالنسبة لك مجهول. عندك أبو الحسن رد عليه، قل له يا أبو الحسن أنت ما فهمت شيء، أنا اللي فاهم، إحنا اللي فاهمين يا شيعة، أنت ما تعرف شيء، إحنا نعرف أنك منصب من الله. ليه ما قالها؟ ليه يحاجج معاوية بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان؟ ليه؟ عجيب، عجيب أمرك. ثانيا تقول، تعيدها مرة ثانية، تقمصها مني أبا بكر، ونأتي ونرى أن علي يبايع أبو بكر. عجيب أمره، أنتم جعلتم من الإمام متناقض في القول، أنتم جعلتم من الإمام متناقض في أقواله. لما يقول هذا الكلام تقمصها مني، يا أخي رضي الله عن معاوية، الله يحشرنا مع أصحاب الرسول، هذا حيلة بايع وبشهادة هذا القول، وقوله ما اختلفنا إلا في المشورة في نهج البلاغة، في شرح نهج البلاغة لابن حديد اللي أنت قلتها وأخذتها مش من نهج البلاغة، من الشرح اللي أتيتنا بقول تقمصها مني أبا بكر. يقول يقول اختلفنا إلا في المشورة، إلا أن أبا بكر أحق الناس بها. ليه يا أبو الحسن أحق الناس بالخلافة؟ يقول إنه لصاحب الغار، وثاني اثنين، ولقد أمره الرسول بالصلاة وهو حي. الرسول ما أمر العباس، ولا أمر علي، ولا أمر عمر، ولا أمر عثمان، ولا أمر طلحة، ولا أمر الزبير، أن قال مروا أبا بكر بالصلاة، وقدمه للصلاة في حياته. الآن تقول المحبة اتباع، أنا معك، أنا معك، هات لي بماذا اتبعت علي بن أبي طالب. نعم أحسنت، أصدق شيء قلته أنت، المحبة اتباع وليس ابتداع. لا تبتدع المحبة وتدعي أنك تحب علي بن أبي طالب. هات لي الآن بماذا اتبعت علي بن أبي طالب، أنا أقدمك ولك كل الوقت. قل لي اتبعت علي بن أبي طالب بكذا وكذا وكذا، وقول علي بن أبي طالب كذا وكذا وكذا، أعطني شيء اتبعته، قدم لي دليل أنك يا شيعي اتبعت علي بن أبي طالب. زين. تقول أيضا، شوف أنا تراني أنا أكتب من وراء عشان ما أنسى،
لأنك أنت شوف 1 2 3 4 5 6 7 8 نقاط أنت ذكرتها، وتقول لا تتشعب. أنت اللي تشعبت، ولما أرد عليك تقول أنت طولت. طيب إيش سوي لك؟ أما أن تقول يا صديقي كلام مع الإمام هم من قتل الحسين. نعم القيادات واللي في جيش علي بن أبي طالب، القيادات هم الذين قتلوا الحسين. بتنكر؟ لا تنكر. هم الذين قالوا نحن شيعة علي. تنكر؟ لا تنكر. الشمر بن ذي الجوشن قال أنا من شيعتك يا علي، ومالك بن سنان قال أنا من شيعتك يا علي، وشبث الربعي، مالك بن سنان النخعي طبعا، وشبث الربعي قال أنا من شيعتك يا علي، وعبد الرحمن بن ملجم اللي قتل وكلهم ملعونين قتلت الأئمة قالوا نحن من شيعتك يا علي. ألم يحاربوا مع علي؟ حاربوا مع علي وقتلوا الحسين وقتلوا علي بن أبي طالب. طيب ليه تنكر هذا الشيء؟ هؤلاء هم شيعة علي بن أبي طالب، هؤلاء هم شيعة الحسين، هم اللي قتله، هم الذين قتلوهم، وهم الذين أججوا نار الفتنة اللي أنت تدعوها الآن. هم الذين أججوا نار الفتنة اللي أنت تدعوها الآن. لماذا لم تأخذ بقول عقيل بن شقيق علي بن أبي طالب؟ عقيل بن أبي طالب كان في جيش معاوية، وهذا دليل أن جيش معاوية لم يخرج على الخلافة، إنما طالب بقتلة عثمان. كان ثق أنت أكثر من شقيق علي بن أبي طالب، أنت أكثر اتباعا من شقيق علي بن أبي طالب. عقيل بن أبي طالب شقيقه أخوه من أمه وأبوه. أنت تريد أن تكون أقرب من علي وأحب من علي من شقيقه ابن أمه وأبوه. كيف تدعون؟ كيف تفكرون؟ هذه الحقائق تريد أن تتنكر فيها، هذا شأنك، لكن هذه الحقائق. الآن من ثمك أنت تقول المحبة اتباع. نعم وأحسنت، وهذا أحسن شيء قلته. هات لي بماذا اتبعت علي بن أبي طالب. صلاة الإمام علي بن أبي طالب يخالفكم، وضوء الإمام علي بن أبي طالب يخالفكم، دعاء الإمام علي بن أبي طالب يخالفكم، عقيدة الإمام علي بن أبي طالب تخالفكم. قطني، تفضل، لك حرية إلى الفجر تكلم. أعطني بماذا اتبعت علي بن أبي طالب. هات لي شيء واحد تقول اتبعته. الإمامة أسقطها، وردكم الإمام علي بن أبي طالب، وأسقط عقيدة الإمامية الاثنى عشرية بقوله. وهذا كتاب نهج البلاغة في يدي، في قوله دعوني والتمسوا غيري، أنا لكم وزير خير لكم مني أمير. قالها دعوني والتمسوا غيري. بل يقول الإمام علي بن أبي طالب في نفس الخطبة، ماذا يقول يا أخوان؟ يقول ولعلي أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم. يا الكلام هذا موجه لمن؟ للصحابة. يقول الإمام بكون أكثركم سمعا وطوعا للي بتولونه أمركم غيري، وأنا لكم وزير خير لكم مني أمير. إذن علي بن أبي طالب يصنع معتقد الإمامة الشيعية صفعا ويرد عليهم. أنت متبع علي بن أبي طالب، هذا قول الإمام المهدي. تفضل لك المايك، هات لي شيء أنت اتبعت فيه الإمام علي بن أبي طالب ومن كتبك. عطني شيء أنت اتبعت فيه الإمام علي بن. أنا ما أتكلم بشخصك، أنا أتكلم في الشيعة الإمامية. اتفضل يا أستاذ نسمع منك. شوف ترى هي ما في توقيت، والله أنا أعطيك الحرية، والله أنا أعطيك الحرية، لكني لا تزعل مني يا صديقي. أنا ما أبقى كلام إنشائي. أنا والله أقسم بالله الذي بيده تقوم الساعة، هذا الكتاب في يدي وأنا أقرأ لك من كتاب. ولما استدليت من قول الله سبحانه وتعالى وأن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، هذا حكم شرع الله في القتال ما بين المؤمنين.
الإصلاح وليس الحرب. فلا أريد إنشاء عاطفي، نريد حقائق. تفضل قدم ما تريد. حياك الله. بارك الله فيك، نسمع منك. أنا يا أخونا كابتن، أنا أرد على ما ذكر لأنه هو توسع، أعطاني 8 نقاط وأنا قاعد أكتب عراه، فمن حقي واللي يستمعون أن يستفيدون. أنا أرد على كل ما ذكر. تفضل يا أستاذ شيعي. ورجاء أيضا لا تشخص أنت من نسل. أنا لما قلت لك أنا من نسل الحسين بن علي لأني هاشمي، ولأني قرأت في سيرة الإمام علي بن أبي طالب، وما والله أقولها كذبا تقطع لساني، ولا أكذب على أهل البيت ولا على الله ولا على الرسول. تفضل يا أستاذ. بارك الله فيك، نستمع منك يا أستاذ شيعي. طيب أحسنت. والله لم أكذبك أنك تنتمي إلى نسب الإمام الحسين عليه السلام. والظاهر، حتى نرجع إلى كلمة الظاهر، أنك أسأت الظن بفهمه بإجابتي. أولا أخي الكريم الهاشمي، من أعدل القضايا السريعة أنك حينما تذهب إلى القاضي وتقول له أن المحكمة الفلانية حكمت لفلان بكذا غرامة، ونفس الحكم ونفس القضية لي حكمت لي بمبلغ آخر، هنا القاضي ملزم على أنه يتبع أحكام القضاء الأول أو ينصفك بما أنصف به الرجل في القضية الأولى. نفس الشيء. وسبحان الله، يعني أظن أنني أنا أمر بمنطقة اسمها الحوأم، لذلك هنا ماشي. وبالتالي الإمام علي عليه السلام حينما حاجج معاوية قال له أن القوم بايعوني كما بايعوا أبا بكر وعمر، فلماذا لم تقبل مبايعة نفس القوم؟ هذا من باب الاحتجاج وليس من باب الاعتراف يا أخي الهاشمي. فيعني أكثر من هذا لا أستطيع أن أتيك بإجابة أخرى. هذا من باب الاحتجاج. أنا حينما أقول لك لماذا ترفضني وقد بايعني مثل ما بايعني الأخ مع ما أدري في الغرفة، يعني نفس الشيء، لماذا تقبل من هذه الجهة ولا تقبل من هذه الجهة؟ هذا من باب الاحتجاج. لكن الإمام علي عليه السلام يعلم جيدا نوايا معاوية، وأنه لا يرنو إلى المطالبة بدم عثمان بقدر ما يريد كرسي الحكم. ومع الوقت تبين أن معاوية كان يريد الحكم وفقط. وما حصل مع الإمام الحسن عليه السلام لخير دليل، حينما نسف كل المعاهدات التي كانت مع الإمام الحسن، حتى لا ندخل في هذا الموضوع. ثانيا، أنت قلت تعترف أن نفس الأشخاص الذين كانوا مع الإمام علي عليه السلام هم من شيعة الإمام علي نفسهم من كانوا قتل الإمام الحسين. أنا لم أنكر ذلك، وقلت لك بل أعطيتك مثال آخر، أن إبليس لعنة الله عليه كان من أعبد مخلوقات الله، لكن حينما عصى أمر الله عز وجل أصبح من ألعن مخلوقات الله. حتى أنت وأنا لو نكون مؤمنين طوال حياتنا ثم 10 دقائق قبل أن نموت نشرك بالله عز وجل، فسوف نكتب مع المشركين. العبرة بالخواتيم أخي الكريم، العبرة بالخواتيم. ومن يحب الإمام علي عليه السلام وأهل البيت عليهم السلام يكون معهم لآخر نفس من حياته. هذا من جهة. أما فيما يخص سؤالك كيف اتبعتم الإمام علي عليه السلام، فأصلا اتباعنا للإمام علي، اتباعنا للرسول عليه الصلاة والسلام هو نفسه اتباعنا للإمام علي عليه السلام، ونفسه اتباع الإمام الحسن والحسين إلى آخر الأئمة. من بين الاتباع الذي نتبع الإمام علي عليه السلام هو أننا نعترف بإمامته وحقيته في الإمامة، حتى لا يذهب فهمك للخلافة. الخلافة شيء
والإمامة شيء. كل إمام خليفة، وليس كل خليفة إمام. الإمام علي عليه السلام حينما لا يجلس على كرسي الحكم فهذا لا يعني أنه ليس بإمام، لكن حينما يكون معاوية على كرسي الحكم فهو خليفة، ولكن لا يعني أنه إمام. لذلك موضوع الإمامة موضوع ثقيل وطويل وكبير جدا، ولا أظن أنه اليوم يعني نتطرق إلى هذا الموضوع بكل سهولة. أنت قلت أنا أقف مع الحق وأن الحق مع الإمام علي. إذا لماذا تريد الإصلاح؟ ولماذا عمار بن ياسر لم يقول أنا أقف مع من يريدون الإصلاح، بل وقف الإمام علي السلام وجاهد معه في صفين؟ ثم ما هو مصير الموتى الذين كانوا بالعشرات الآلاف في معركة صفين؟ يعني كل هذا ثم يأتي الإمام علي عليه السلام ويقول أنه لا فرق بيني وبين معاوية، لكن دم عثمان فقط هو من كان سبب المعركة، ونحن على السمن، علاقتنا السمن على عسل، وتعالى ونحن مسلمين ومؤمنين. هل عاقل يقبل هذا الكلام أخ الهاشمي؟ هل عاقل يقبل هذا الكلام؟ عشرات المسلمين استشهدوا في هذه المعركة فقط من أجل دم عثمان. دم عثمان أخذه معاوية كذريعة فقط، لكن الأسباب الحقيقية من وراء الخروج عن الإمام علي عليه السلام هو كسر شوكة الهاشميين وأهل البيت عليهم السلام في أخذ زمام الحكم. وهذا ما تبين بعد استشهاد الإمام علي عليه السلام، فراح معاوية يكيد المكائد إلى أن وصل إلى الحكم، ثم جعله ملك عضد من بعده، وهي سابقة في تاريخ الإسلامي كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. أخي الكريم، هل أنت أفضل من عمار بن ياسر حينما وقف مع الإمام علي عليه السلام في صفين أم لا؟ تفضل. طيب، سبحان الله سبحان الله يا أخي. إلى الآن يعني هذا ثاني واحد، وقبله كم شيعي سألته بماذا اتبعتم علي بن أبي طالب، ما أعطانا إجابة وافية. يقول في الإمامة، والإمام علي بن أبي طالب نسف المعتقد الشيعي في الإمامة، نسف المعتقد الشيعي عن بكرة أبيها أبدا. يقول في البداية أنت بالقاضي وتحكم لكذا القاضي اللي يحكم بشرع الله سبحانه وتعالى لا يخاف في الله لومة لائم. يعني اسمح لي لا تزعل مني يا صديقي، أنت ما قدمت لنا شيء. أنا قلت لك أنتم الإمام يخالفكم في عباداته، في صلاته، في وضوءه، في صيامه، في دعائه، يخالف المعتقد. لما أنا شوف، أنا عشت مع الشيعة وجلست معاهم وسكنت معاهم في دراستي وفي عملي وفي حتى في طفولتي. ما أراهم بما أرى ما تورثناه من أجدادنا بنو هاشم، يخالفون عقيدة التوحيد. لكن هذا ما هو موضوعنا. تقول أن، شوف يا أخوان، شوف المصيبة أن يقول أن علي قال إنه بايعني أبي بكر وعمر وعثمان لأجل الاحتجاج. وهل يحتج الإنسان بالأعلى أم بالأدنى؟ على نظر الشيعة أن الإمامة تنصيب من الله، إلا إذا أنت ترى أنك أعلم من علي، وأنتم يا شيعة أعلم من علي. أليس الأولى بالعلي بالإمام أن يحاجج بالأعلى هو التنصيب الرباني، لا أن يحاججه ببيعة أبي بكر وعمر وعثمان؟ عجيب أمرك يا أخي. قلنا لك أين قال الإمام علي بن أبي طالب أنا منصب إمام منصب من الله؟ عطني في كتب من المريخ، ما في مشكلة. أنت
تأخذ يعني كأن علي بن أبي طالب أبشر يا أخونا وطن، كأن علي بن أبي طالب يأخذ بالدليل الأدنى ويترك الأعلى عندكم. أنت أصل من أصول الدين، الإمامة أصل من أصول الدين أنه منصب من الله، فكيف يحتج علي لمعاوية ببيعة أبي بكر وعمر وعثمان ولا يحتج بأنه منصب من عند الله؟ وهذه الأعلى، الاحتجاج الأعلى. أين قال علي؟ وأنا قلت لك أين قال علي أنا رجل منصب، أنا إمام منصب من الله سبحانه وتعالى؟ أين قال؟ ما يوجد. يقول ما حصل بين الحسن من اتفاق مع معاوية. الآن عندنا الحسن معصوم، بايع معاوية وسلم الجيش لمعاوية، والحسين بايع معاوية وسلم كل أمور الدولة لمعاوية. هل بيعة الحسن لمعاوية هذه بيعة من ايه؟ هل بيع دقيقة يا اخوان بس لحظة، هل بيعة معاوية للحسن لمعاوية بيعة عصمة او اجتهاد منه؟ هو بايع والحسين بايعوا، هل بيعتهم من عصمة او اجتهاد من الأئمة الإمامين الحسن والحسين؟ يقول اتباع علي في إمامته وحقه بالإمامة. طيب الإمام علي بن أبي طالب خالفكم خالفكم. الإمام علي بن أبي طالب بايع أبو بكر، بايع عمر، بايع عثمان. الإمام علي بن أبي طالب أحسن البيعة وعمل، شوف يا أخي، عمل قاضي القضاة في خلافة عمر وفي خلافة أبي بكر وفي خلافة عثمان. ولذلك ماذا قال الإمام يا أستاذ؟ ماذا قال؟ لا بايع، لم يبايع أحد، لا بايع الحسن والحسين. أجل كيف اتفقوا؟ أنت ما عندك أجل، ما عندك خلفية ولا عندك معرفة بسيرة الأئمة عليهم السلام. بايع بايع. ولذلك نحن نقول يا أستاذ، هل بايع من عصمة أو اجتهاد منه؟ وفي كلتا الحالتين مصيبة، تسقط عقيدتك، تسقط العقيدة في كلتا الحالتين. بايع واتفق وسلم أمور المسلمين لمعاوية بن أبي سفيان، هذه حقيقة. أضف إلى ذلك يا أستاذ، نقول كيف أنت تتبع الإمام والإمام أصلا في موضوع الإمامة وحقه بالإمامة؟ الإمام ما قال أنا لي حق، وقلت لك إلى بكرة، إلى السنة الجاية عطني دليل أن الإمام علي بن أبي طالب يقول أنا إمام منصب من الله، عطني دليل عشان نتبعه، مثلكم نبقى نتبع في هذا الأمر. لا يوجد. ولي 15 سنة في البالتوك أسأل هذا السؤال، ما أعطى حد جاب لي، ما أعطاني دليل أن الإمام قال أنا رجل، أنا إمام منصب من الله. لما بعث الله سبحانه وتعالى الرسول ماذا قال لقريش؟ أنا رسول مبعوث من الله، أوحي إلي، أنا رسول من عند الله. أين قال الإمام أنا إمام منصب من الله؟ ما قال، ما قال. طيب يقول كل إمام خليفة وليس كل خليفة إمام. أحسنت. في هذا الأمر يجب، شوف أنا لأني أكتب ورائك عشان ما أبقى أضيع، وحق هذه أمانة لأن هناك من يستمع لنا. أحسنت. طيب ما هو معنى الإمامة؟ هل هي إمامة دين أم دنيا؟ أنت الآن بقولك ليس كل خليفة إمام خليفة وليس كل خليفة إمام، إذا أنت جعلت الإمام إمام دين والخليفة خليفة دنيا، صح؟ دين ودنيا. طيب ليه الرسول قال مروا أبا بكر بالصلاة؟ ليه قدم أبا بكر للصلاة ما قدم علي؟ ليه قال مروا أبا بكر بالصلاة؟
ما قال للعباس وهو أكبر سنا، أكبر من علي بن أبي بكر؟ ليه ما قال لعلي بن أبي طالب مروا علي بالصلاة؟ ليه؟ عطني شيء، عطني حاجة يثبت لي. من كان يصلي خلف أبي بكر؟ علي بن أبي طالب. من هو الإمام؟ أبو بكر. من المأمون مع بقية الصحابة؟ علي بن أبي طالب وبقية الصحابة. إذن الإمام علي بن أبي طالب صلى خلف أبي بكر ووافق بإمامة أبي بكر. وأن علي بن أبي طالب عمل وزيرا في خلافة أبي بكر. إذن وافق تقية مصيبة، يتقي حتى في عبادة الله مصيبة. يا رجل، علي صلى خلف أبي بكر اعترافا بإمامته، وعمل وزيرا في خلافة عمر في خلافة أبي بكر اعترافا بخلافته. الآن عندك اثنين، الإمامة والخلافة، علي خلف أبي بكر. هذه حقيقة. يقول عمار، رجعنا إلى عمار، رجعنا كان مع حرب علي وليس مع الإصلاح. أنت تعرف كيف قتل عمار بن ياسر؟ قتل لأجل الإصلاح، لأن علي بن أبي طالب بعثه للخوارج لكي يحاوروا فقتلوه. بعدها ابن عباس ووضح لهم كتاب الله سبحانه وتعالى، واحتج لهم بكتاب الله، فجاءوا ثلث هؤلاء الجيش رجعوا مع جيش علي بن أبي طالب. أما عمار قتلوه الخوارج. كان عمار يريد الإصلاح ولا يريد القتال. شفت كيف أنت؟ لا تزعل من كلامي يا شيعي. أنت ومن ناصر بقولك تأخذ بقول الشمر بن الجوشن ومالك بن سنان وشمس الربعي، ولا تأخذ بعمار الذي أراد الإصلاح مع معاوية على بناء على طلب علي بن أبي طالب الذي أمر بالإصلاح. أنت تأخذ بمن أرادوا أن يأججوا الحرب. من هم الذين رفضوا الإصلاح يا أخوان؟ من هم؟ وتأخذ بقول الخوارج اللي هي وصمة، دنس، ونجاسة. اوكي، وصمة، دنس، ونجاسة هي حرف الدبور، اللي هي فإن لم تجد في عينيه نعمة فلم تجد نعمة في عينيه. بتعرف عبري من زمان، ما هي فلسطينية بتعرف عبري، ما هي كانت بتكلمني بالعبري. قلت لها أني لو أخلت مامتي كيم. جدتي الكاميرا عندك مفتوحة، اقفليها. أمي لا بي مش كويتية، بي فلسطينية ما شاء الله عليها، وبتعرف عبري، بي. فعشان كده كل مرة بسألها على كلمة وكده. لا بي مش أختنا دنيا. أختنا دنيا هي الكويتية. بي يور سيلف فلسطينية. بي يور سيلف فلسطينية أخي أرسنال. لا بي يور سيلف قديمة، أقدم من أختنا دنيا. أختنا دنيا هي بلو سكاي، بلو ديب سكاي، بلو ديب سكاي، و هيتر. أختنا بي يور سيلف هي وعندها أقاليم تانية. فهم مش حي الله أخونا أكسيوس. هو دخل كمان واحد من المهرطقين. تمام، واحد من المهرطقين. يلا نعمل هرطقات كبيرة في هذا الموضوع. طيب نتكلم على ايه؟ زي ما قلنا، لما نشوف في التثنية 24 واحد
نلاقي إن قرفة طابور هي معناتها اسمها بمعنى لما هو يقول إذا أخذ رجل أهي جت، أهي اللي بيتكلموا عليها دلوقتي جت. شفتي يا be yourself شفتي بيتكلموا عليكي بنصيهم كلهم. اه لا بنصيهم كلهم بدون سون، وهم قتلوا شام. لكن هناك، وأنا أقولها، أهل البيت ابتليوا بناس قالوا نحن شيعتكم، ابتليوا بأناس قالوا نحن شيعتكم. هذه الحقيقة. أما عمار بن ياسر كان ممن يريدون الإصلاح وليس يريدون الحرب كما تدعي أنت. ومن قتله الذين يريدون أن يؤججوا نار الحرب ما بين المسلمين، هم الخوارج الذين خرجوا من جيش علي بن أبي طالب. ولذلك ماذا قال الرسول صلوات الله وسلامه عليه؟ عمار تقتله الفئة الباغية. والذي قال لما سئل عنهم علي بن أبي طالب قال إخواننا بغوا علينا، ما قال عن معاوية من معه، لا، إنما قال عن معاوية إيماننا واحد وتصديقنا بالرسول واحد، الأمر ما اختلفنا فيه من دم عثمان. لكن لما سأل عن هؤلاء قال بغوا علينا الخوارج. وذلك قال عمار تقتله الفئة الباغية. صديقي شيعي، أسأل الله سبحانه وتعالى يفتح على قلبك ويرفع عنك كل غشاوة من عيونك يا رب العالمين. نعم يا سيف. أولا أبو سفيان أبو معاوية هو ابن عمة عثمان بن عفان، وزوجة عثمان ولته الدم وأرسلت له بأن يتولى الدم، أرسلت له قالت أنت ولي الدم، زوجته وأبناء عثمان، فأصبح ولي الدم. وهذا إلا كان ترد علي تكذب علي بن أبي طالب. لا، الأبناء يولون من يرونه قادرا على أن يكون مطالبا في دمه. فالأبناء وزوجة عثمان أرسلوا لمعاوية قال أنت ولي الدم، أرسلوهم مع قميص عثمان ملطخ بالدماء. فماذا قال علي بن أبي طالب؟ الأمر واحد إلا ما اختلفنا فيه من دم عثمان ونحن منه براء. تفضل أخونا، من يريد أن يكمل معه؟ صديقي العزيز، يا صديقي العزيز، يا صديقي وطن، أخونا وطن. لحظة ثواني. أخوي صديقي شيعي، أسأل الله أن يفتح قلبك وقلبي للحق. قل آمين، قل آمين. ترى أنا والله ما بدعو إلا للحق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يريني وإياك ومن يسمع الحق حقا، ويرزقنا أن نكون من أهل الحق وليس من أهل الباطل يا رب العالمين. أن يفتح على قلب كلهم مدلس. امرأة تسره أكثر يطلق زوجته. تمام؟ دي التفاسير. فيه ملتقى لصديقنا الحبيب شيعي، معزومين يا وطن. شلون معزوم؟ إلا معزوم ونص على الراس والعين يا حبيبي. فبارك الله فيك وحياك الله. تفضل أخونا وطن، ومعاك الإخوان. تفضل. شكرا لك أخي الغالي الهاشمي، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلاص احنا جايين وجايبين الفلفل معنا أخويا الهاشمي، بارك الله فيك.
السلام عليكم. ضيفنا الغالي شيعي، تسمح لي أسألك سؤال؟ حاضر، ولا يهمك، تحت أمرك. بس أنا كان بودي أن أسألك سؤال بسيط. في اعتقادك ضيفنا الشيعي، إذا كان أردت الإجابة أهلا وسهلا، ما أردت الإجابة برضو أهلا وسهلا، لك الخير. في اعتقادك أي من الأئمة أعلم؟ أي الأئمة أعلم؟ من من الأئمة عنده العلم الأكثر؟ خذها من الإمام علي إلى الإمام المهدي. هذا سؤال إن أردت الإجابة عليه أهلا وسهلا، ما أردت الإجابة عليه أيضا أهلا وسهلا. نفس العلم. أشكرك جدا على الإجابة، بس إجابتك غير صحيحة. إجابتك غير صحيحة من كتب الشيعة. تسمح لي أجيب لك الدليل؟ إذا أردت الدليل فأنا أتيك بالدليل من كتب الشيعة وليس من كتب السنة. نعم. أضيفنا، إذا كنت تريد الدليل نأتيك بالدليل. عموما مضطر الخروج، في أمان الله. هاي وردة لك، دير بالك عليه، هذه الوردة من غزة. بس اسمح لي أن أعطيك دليل صغير. ها، من عند العلامة المجلسي. شايف، هاي دليل صغير. لا لا لا، هذه الوردة له. هاي دليل صغير من عند العلامة المجلسي عن الإمام أبي عبد الله عليه السلام. قال: ليس من إمام يمضي، فيش إمام بروح إلا، الصحة والعافية، إلا وأوتي الذي من بعده يا ضيفنا مثل ما أوتي الأول وزيادة 5 أجزاء. وزيادة 5 أجزاء، يعني الإمام الثاني بيعلم أكثر من الأول ب5 أجزاء. المهدي بينه وبين الإمام علي 11 إمام في 5 أجزاء، بيطلع من المهدي أعلم من الإمام علي 55 جزء. وهذا يحمل إساءة للإمام علي عليه السلام. حياك الله أخي الغالي مسلم. شفت يا ضيفنا؟ وهاي المصدر، تكرم عينك. أنا دايما بحب إني آتي بالمصدر، علما إنه لو تطرقنا إلى هذه الروايات وجدنا إنه هذه الروايات يا أستاذ لا تحمل إساءة للإمام علي عليه السلام فقط، وإنما تتعدى ذلك لتسيء للنبي صلى الله عليه وسلم، و يعني ترقى إلى درجة الشرك بالله عز وجل، حيث يشركون بالله عز وجل في صفاته. نعم، هذا كلام بجيب لك إياه بالنص من بحار الأنوار ومن بصائر الدرجات، حتى تعلم شيء أخي الفاضل وضيفنا العزيز، كيف أن مراجع الشيعة في كتبهم وفي مراجعهم أساءوا إلى الإمام علي عليه السلام. كثيرة هي النقاط التي هي بحاجة إلى نقاش وإثراء في النقاش، النقاط التي تقضي إليها في حوارك مع أخي الغالي والعزيز الهاشمي. هذه قضايا بحاجة إلى توسعة نقاش وإثراء وبالدليل. لكن
أخونا الهاشمي وقته ضيق لأنه الطعام يناديه، وبينه وبينك في خوف من معارضة وزارة الداخلية. يعني وزارة الداخلية تقوم بدور على طول مسكر المطبخ، واحنا خايفين عليك تتعرض لنفس الموقف. يعني إذا أردت أن تتعشى فمنازل الهنا، ألف صحة وعافية. نعم.